باشا، الحالة التانية اللي معانا النهاردة في يومنا الطويل. امم قول لنا عنها بسرعة كده، والإجراءات اللي بتعملها في كل حالة احنا بندخلها. ده شاب 26 سنة وقع على ايده، جاله كسر اسفل، يعني او منتصف عظمة القعبرة، اللي هو موجود في صورة الأشعة بالشكل ده. وفي عنده خلع في المفصل ما بين اسفل عظمة الزند واسفل عظمة القعبرة. الكسر ده اللي هو في النتوء الزندي، اللي هو بيكون ماسك فيه الرباط المثلثي اللي هو مسؤول عن ثبات المفصل ما بين العظمة دي والعظمة دي، او العظمه دي والعظمه دي. فالعظمه دي لما اتكسرت من هنا، الرباط ده اتقطع واتمزع بحته العظمايه دي، عمل الخلل اللي موجود في المفصل. يعني اول ما بنرد الكسر ده ونثبته بشريحه ومسامير، بنلاقي ان المفصل ده اترد. وبعد كده هنفحص ثبات المفصل، نشوف العظمه دي لسه بتخلع ولا لا. لو بتخلع بنضطر ان احنا بنفتح على الكسر ده، او بنرده ونثبته بواسطة سلك معدني، ونصلح الرباط المثلثي اللي هو بيكون مسؤول عن ثبات المفصل ما بين اسفل عظمة الزند واسفل عظمة القعبرة، اللي هو المسؤول عن السوباينيشن برونيشن رينج اوف موشن بتاع الريست. طيب، في حالة زي دي حضرتك بتاخد قرار هتركب لها ايه؟ بناء على ايه؟ هو الافضل للمريض ده ان هو يتثبت بشريحة ومسامير. لو حد صغير في السن شوية، يعني طفل صغير، ممكن يتثبت بواسطة مسامير مرنة اللي هي مسامير نانسي، او ان احنا برضو بنضطر ان احنا نثبته بالشرايح والمسامير احيانا في السن الصغير. فهي ملهاش اوبشنز كتيرة، هو ده يعني يا كده يا كده. والسن الكبير هو افضل حاجة ليه طبعا الشرايح الجرح والمسامير. ده او الكسر ده بيلتئم بعد قد ايه؟ الكسر ده بياخد حوالي 45 يوم عقبال ما يحصل التئام كامل للكسر. لو في شوية تفتت ممكن المدة تزيد شوية، ممكن تصل إلى شهرين، 3 شهور، 6 شهور بالكتير قوي. بتنصح العيان عشان الكسر ده يلتئم بسرعة بايه؟ لو في أي أمراض مزمنة نظبط الأمراض المزمنة، وخصوصا السكر. لو في دخان نبتعد عن التدخين، وناخد حاجات مقويات للعظام زي الكالسيوم وفيتامين د، بتساعد معانا على الالتئام بتاع الكسر.